سلام الله عليكم، مرحبا بكم. إن شاء الله اليوم واحد البث كما كنقولوا على غفلة خاص بالاستعداد للامتحان الوطني بإذنه تعالى. للإشارة كنا خلينا واحد الإعلان أولا على نهار السبت، فاللي بغى يحضر نهار السبت مرحبا. فتواصلت مع الإخوان اللي هما من حقهم يناقشوا هذه المسألة ديال واش نديروا اللايف باش يستافدوا الجميع أو لا. علاش؟ لأنه عرض خاص. الحمد لله إجمالا كانت الردود الفعل إيجابية، وبالتالي غنحاولوا إن شاء الله نديروا اللايف من مقر الحدث في الرباط مع الإخوان ديال الرباط، وغادي يكون الموضوع ديالو مراجعة شاملة لكل ما رأيناه في الموسم. وعملنا هذه الطريقة للسنوات الماضية، وكيكون يعني منظم. غناخدو منهجيات النصوص، وغناخدو منهجيات القصة، ومنهجيات النص النظري في الصباح، ومن بعد واحد الوجبة ديال الغداء غادي نرجعوا معكم في العشية مع المؤلفات. هذه المسألة هذه كما قلت هي من داخل العرض الخاص، هما غيكونوا عندهم ملفات إلى آخره، ولكن حتى نتوما غادي تستافدوا إن شاء الله. الآن غادي نمشي إلا كان شي أسئلة عندها علاقة بكل الموسم بصفة عامة، ولا حتى بالجانب التقني. واحد السؤال جاني قبيلة، أستاذ ما غاديش ندوز الدورة العادية، شنو الطريقة؟ إلا ما كنتيش غادي تدوز الدورة العادية وباغي تدوز الدورة الاستدراكية، ضروري من شهادة طبية وحدة كافية. غادي تدفع شهادة طبية في الجهوي. النهار الآخر ديال الجهوي غادي تمشي للإدارة وغتسلمهم الشهادة الطبية اللي غتعفيك من الدورة العادية في الوطني، وغادي تعطيك فرصة أنك تعاود الدورة الاستدراكية وكتعاود كاملة الجهوي والوطني. إذا نفس المشكل عندي في الهاتف دائما، مشكل التعليقات ما كيبانوش. غادي نمشي نشوف الهاتف الآخر باش نمشي معكم في التعليقات. هذه هي الطريقة اللي غادي ندير. إذا غادي نمشي نشوف الهاتف الثاني وغادي نشوف التعليقات. مرحبا بالجميع. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا كما قلت لكم سلمى، إن شاء الله كل شيء غادي يستافد، غيكون لايف. غنحاولوا إن شاء الله نستافدوا من الويفي ديال المكان اللي فيه حنايا، ونتمنوا يكون الكونيكسيون تكون مزيانة باش نشاركوا معكم الحدث من الصباح حتى العشية. ولكن باش تكون واضح معكم، لأنه من العرض الخاص غادي دار اللايف، ولكن ما غاديش يبقى على حساب بعض الناس من حقهم. ولكن مادام وافقوا لنا وكان الموافقة كثيرة، إذا غنديروا اللايف وغتستافدوا معاهم، باستثناء الملفات غيبقاو شوية خاصين تما، ولكن غنناقشوا داكشي اللي في السبورة. لا، هذا غير لايف يعني ارتجالي. يلاه دخلت للدار، كانت عندي واحد الحصة مع العلميين، الله ساليناها دابا في الدعم ديال الجهوي في المؤسسة اللي خدام فيها. الأساليب اللي كتكون في الشعر الحر. أبشرك كيفاش أستاذ تبشرني لحد الساعة عمر قصيدة ديال الشعر الحر
كانوا فيها الاساليب. ما كيسولوكش على الاساليب، كيسولك على الايقاع، وعنده جواب شبه جاهز غادي نشوفوه نهار السبت ان شاء الله في اللايف. وكيسولوك على الصور الشعريه وعندها جواب شبه جاهز، اسهل ما يكون الشعر الحر في الخصائص الفنيه. واخا سيدي على سبيل المثال كتكون عندي واحد القصيده شعريه وطلبوا مني سؤال بالخصائص الفنيه وهي من الشعر الحر، تبع معايا عافاك. فغتلقى سؤال واحد كيقول لك، السؤال الرابع تيقول لك الخصائص الفنيه لهذا النص الشعري من حيث البنيه الايقاعيه والصور الشعريه فقط ووظائفهما. الجواب هنا عندك شبه جاهز، 90% كاتبوا في داركم. إلا عطاوك الشعر الحر 90% كاتبوا في داركم، كتبقى غير 10% كطعمها من النص. صافي يا أستاذ، وراه ما كتعاود غير الصلاة على النبي. أعطينا الجواب أستاذ، مرحبا. فكترجع للسطر من بعد ما كدير المقدمة وكتخرج المضامين وكتجاوب على سؤال الحقول الدلالية، هاد 3 أسئلة. كترجع للسطر وكتقول لهم فمن خلال الشكل الطباعي لهذه القصيدة يتبين لنا أن الشاعر قد خرق نظام الشطرين المتناظرين ونسف الشعر التقليدي أو وفتت البيت الشعري وأقام بناء جديدا أساسه السطر الشعري مع تفاوت الأسطر في الطول والقصر وحرية في تردد عدد التفاعيل داخل كل سطر والتنويع في القوافي وفي حروف الروي. وهنا سير خرج لي واحد 2 قوافي وخرج لي واحد 2 حروف الروي. هادشي اللي كتزيد، يعني الشيء الاخر كاتبو دابا، كتبناه دابا. الامر بسيط جدا، مع الاهتمام اكثر بالوقفه الدلاليه للتعبير عن دفقاته الشعوريه. جواب ما كاين لا تقطيع عروضي، ما كاين لا تفاعل، صافي جواب شبه جاهز، فقط كتزيد فيه هذيك القافيه والقافيه الاخرى وكتزيد فيه شي 2 حروف الراوي. اما الجواب كتبناه دابا كتبنا الجواب. اللايف راه على غفله عافاكم. اعيد، هو من اجل الاخبار الناس، انا كنقولها وكنعاودها، راه الا ما حضرتيش ما غنعقلش عليك. كنقول لك باننا في الاتفاق مع الاخوان في الرباط عندنا ان شاء الله نهار السبت حصه تقويميه للموسم كامل. جميع الموسم غنختموه نهار السبت من الصباح حتى العشيه، وبالتشاور معاهم غنفتحوا اللايف باش يستافدوا الناس كاملين، ولكن غادي تحذف باش ما يبقاش هذا. راكم عارفين لانه من العرض الخاص. جيتي نهار السبت ديماريتي معنا غالبا غنبداو مع 10، من 10 حتى ل2 4 السوايع النصوص، وغادي نتسارحوا وعاد نديماريو مع 3 ل6 3 السوايع المؤلفات، هي 7 السوايع ان شاء الله. دعوا معنا يخلينا الله عز وجل واقفين في ديك التماره ديالك النهار كامل. سواء كنتي موجد، سواء كنتي عاد غتوجد، سواء كنتي باغي تحبس ما تدوش ابدا، حضر معنا نهار السبت وغتمشي مرتاح. والله يعطيك السر، بارطاجي، خلي الناس تحضر نهار السبت، خصوصا كما قلت لك اللايف غيكون من الخاص. ومن الشروط انه باش يتنشر ان الاخوان اللي تما كاين اللي عنده تحفظ وبالتالي غنحذفوه.
من غتسالى اللايف. اذا الله يجازيك بخير، نشر الفكره وخلي الناس يحضروا يستافدوا نهار السبت يوم كامل، الموسم كامل. نرجعوا نشوفوا لا كاين شي سؤال اخر. مقدمه اللص والكلاب وخاتمه اللص والكلاب، ماشي مشكل، راكم عارفين. بارطاجي والله يرحم الوالدين، بارطاجي والله يرحم الوالدين. شكون اللي باغي؟ سهام ياسير كتقول لك باغيه مقدمه حول اللص والكلاب وباغيه خاتمه، ووجد صاحبي ستيلو، راها نقطه هنا ونقطه هنا. شوف الله يعطيك السر، اخر حاجه تفكر فيها هي العربيه. غادي نعطيكم مقدمه دابا ديال اللص والكلاب، وغادي تاخذ خاتمه ديال اللص والكلاب. غادي شنو كيطلب منك؟ الا رجعتي لدليل التصحيح تيقول لك وضع المؤلف في سياقه العام، هو تقول لي شنو هو مؤلف اللص والكلاب، من هو صاحب مؤلف اللص والكلاب، متى كتب اللص والكلاب، عن ماذا يتحدث اللص والكلاب، وما الرهان الذي راهن عليه نجيب محفوظ من خلال مؤلف اللص والكلاب. هادشي كله غتجمعو في مقدمه واحده وكتبها نهار الامتحان من دابا. ولكن مادام كلشي كيسمع بدل شي شويه، بدل شي شويه على بركه الله. غتقول لهم كتاب اللص والكلاب هو روايه للكاتب المصري نجيب محفوظ، وهو من كبار الكتاب في العالم العربي، فهو الوحيد الحاصل أو الحائز على جائزة نوبل للآداب. ولد في 1911 أو 1912 بجوجهم اللي كتبتي صحيحة، وتوفي 2006 مزيان. وهذه الرواية تدخل في إطار الكتابة النقدية الرمزية في مسار هذا الكاتب، إلى جانب روايات أخرى، وقد كتبها في 1960 حيث استوحاها من حادثة حقيقية بطلها محمود أمين سليمان، اللص الذي قتله البوليس والذي عانى من خيانة زوجته له. وقد كتبها من أجل انتقاد الأوضاع السياسية والاجتماعية لما بعد ثورة الضباط الأحرار، حيث انتشر الفساد والانتهازية والخيانة. وتشكلت هذه الرواية من 18 فصلا، وهذا المقتطف الذي بين أيدينا يعود إلى الفصل، إلى قدرتي إلى الفصل كذا وكذا، عندما وكتحدث على ذاك الفصل وعلى أشنو كان قبل منه وأشنو غيجي بعد منه باختصار. ها أنت كتبتي المقدمة، وإلا بغيتي تطرح أسئلة تختم المقدمة بالأسئلة، كتطرح دوك الأسئلة اللي طرح لك هما الثاني والثالث. هذاك الثالث الرئيسي كتكتبه هو: فما دور الانتهازية باعتبارها قوة فاعلة في تطور أحداث الرواية. ورجع وسير أخويا جاوب على السؤال الآخر. أو مثلا سولوك على الشخصيات في ذلك المقطع: فما هي
القوى الآدمية المذكورة في هذا المقطع، وما أدوارها والعلاقات بينها، إلى سؤالك هذا السؤال. أو وما هي أدوار الكلاب باعتبارها قوة فاعلة في تطور هذه الأحداث في صورتها الحقيقية وصورتها الرمزية، أي الكلاب الحقيقية إلى طرح هذا السؤال. هذه مقدمة. جاوبتي على الفصل، جاوبتي على السؤال الرئيس، بقات لك الخاتمة. ملي كتسالي هاد الأجوبة كترجع للسطر وكدير واحد الرابط زوين، استنتاج. بهذا ننهي تحليلنا لهذا المقتطف، وقد تبين لنا ذاك الجواب اللي جاوبت عليه قبيله. كما يمكن القول بأن مؤلف اللص والكلاب مؤلف روائي قيم، إذ استطاع أن يفضح الفساد الذي عرفه الواقع المصري فيما بعد ثورة الضباط الأحرار، ويفضح انتهازية السياسيين بين قوسين والصحفيين بين قوسين رؤوف علوان، وانتهازية الأفراد في علاقاتهم الاجتماعية بين قوسين الخائن عليش والخائنة النبوية، ويصور لنا ما عاشه المجتمع المصري من تردي للقيم والعبثية. وكما يبرز لنا من جهة أخرى جمالية الإبداع الروائي والأسلوب الأدبي الفذ للكاتب الكبير نجيب محفوظ، إذ صور لنا كل الشخصيات بدقة ونجح في تشكيل تشعبات العلاقات بينها ليترك لنا إرثا أدبيا بمثابة توثيق لتلك المرحلة في منتصف القرن الماضي، كما تؤكد لنا مدى استحقاق نجيب محفوظ لجائزة نوبل للأداب 1988. الله يجعل البركة. درتي إبراز قيمة المؤلف ودرتي إبراز قيمة المؤلف، جمجمتي لنجيب محفوظ وجمجمتي للكتاب. الله يجعل البركة. هذا سلمى ياك عطيتك مقدمة حول الكتاب وعطيتك خاتمة، جوج نقاط سجليهم كتبيهم في جيبك. عثمان عثمان يلا عثمان. انا شوفوا عثمان اش غادي يقول. فين سي عثمان؟ نعم سي عثمان، ياك بغيتي تطلع اللايف ياك؟ انا قبلت. كاين شي سؤال؟ مرحبا. نمشيو نشوفوا سؤال اخر بما تقادت الامور العثمان. استاذ، واش كافي نخرج غير حاجه وحده، استعاره وتشبيه وشي حاجه بالتوازي؟ ممكن، ماشي ضروري تخرج كل شيء، ممكن. هاد الاستعاره والتشبيه فين كتكون بعدا؟ هذه كتلقاوها في السؤال الرابع، مطلب الخصائص الفنيه في القصيده الشعريه. الشباب كنشوف ديك ال 200 بقات في بلاصتها،
جيتي اللايف على غفله هو تذكير بالاعلان اللي درنا الصباح. الا كنتي مواجد الا كنتي مازال ما موجدش، نهار السبت ان شاء الله الا تيسرات الامور غتكون مراجعه من 10 الصباح حتى 6 العشيه، نهار كامل لايف من الدعم الحضوري في الرباط. ولكن هذا اللايف غتحضروا معنا وغادي يتمسح من بعد نظرا لتحفظات بعض الناس عليه. اذا الا كنتي باغي تستافد حضر نهار السبت من 10. شوف راك عارف اني الا قلت لك راه غادي تدي معاك الموسم الدراسي راه غادي معاك الموسم الدراسي، حيت هذه الطريقه ماشي اول مره كنخدم بها. خدمنا بها العام اللي فات في طنجه وجاب الله التيسير، وخدمنا بها العام اللي فات في الرباط وجاب الله بها التيسير. نهار واحد غنديروا مراجعه للموسم كامل 7 سوايع. بغيتي تلغي كل شيء وتجي نهار السبت ديال العربيه مرحبا، غير دعي معنا بان الامور تكون مزيانه من حيث الويفي والى اخره، ما تكونش شي مشاكل. نرجعوا للسؤال ديال الاخت، جيتي بارطاجي عفاك، جيتي وبارطاجي عفاك تيبان لي العدد باقي هو. فخديتو مقدمه ديال لص الكلاب، خديتو خاتمه ديال لص الكلاب. واحد السؤال شي اخت تما طلبات منا كيفاش نجاوبوا على مطلب الصور الشعريه وهي مسكينه ما كتعرفش، كتعرف تخرج استعاره وحده وتشبيه. ماشي مشكل، غير غنوريك واحد الطريقه كيفاش تخرجي استعاره وحده وتشبيه وتكوني مقنعه. الا كنا في احياء النموذج، الا كنا في احياء النموذج غتقول له ولتقريب معاني هذه الاغراض الى الفخر ولا المدح لا. قام الشاعر بتصوير بلاغي اساسه الاستعارات والتشبيهات، ومن امثله ذلك قوله وسير لديك الاستعاره وغمض عينيك وكتبها 100% غتكون مكنيه. قوله مثلا على سبيل المثال نستحضروا شي قصيده فيها يمد الدجى في لوعتي ويزيد ويبدئ بثي في الهوى ويعيد. الدجى هو الليل، يمد الدجى في لوعتي ويزيد ويبدئ بثي في الهوى ويعيد. إذن ومن أمثلة ذلك قوله يمد الدجى في لوعتي، وهي استعارة كتبها 100% مكنية، إذ استعار لليل صفة المد من الإنسان ليبرز مدى سيطرة الهموم عليه. وأما التشبيه فيتمثل في قوله، وكتمشي تشوف ديك الجملة اللي فيها التشبيه. ناخذ سؤال الذات، إنما العيش روضة أنا فيها زهرة. إنما العيش روضة، هذا التشبيه ذكرهم بجوج. وقوله إنما العيش زهرة وهو تشبيه شبه العيش والحياة بحديقة وشبه نفسه فيها بزهرة ضائعة. قل لي علاش؟ ليبرز مدى تفاهته وحقارته في هذه الدنيا فهو بلا قيمة. 100% غتاخذ نقطة كاملة. علاش أستاذ خرجتي استعارة وحدة
أيه. خرجتي تشبيه واحد. أيه. ولكن شرحتيهم، حيت أغلبية التلاميذ عا كيخرج ويسكت. أنت شرحتيهم، حللتيهم، وهذا هو المطلوب منك. أنت أحسن من واحد خرج 4. لأنه ماذا يقول السؤال؟ دراسة الخصائص الفنية. إذا لقيت استعارة درسها. من هو المستعار منه، ومن هو المستعار له، ولماذا هذه الاستعارة، شنو الهدف. ومني كتسالي كامل هذا الشيء، كنتي في إحياء النموذج، كتب هذه الجملة جاهزة، احفظها من دابا. كتب هذه الجملة هذه، تتسالي الصور الشعرية وغادي تقول له: والملاحظ أن هذه الصور الشعرية ساهمت في الرفع من جمالية هذه القصيدة، أي أنها قامت بوظيفة زخرفية. بوظيفة زخرفية. إلا كنتي عند سؤال ذات، إلا كنتي عند سؤال ذات، والملاحظ أن هذه الصور الشعرية قد عبرت عن مدى انفعالات الشاعر، وترجمت تجربته الذاتية من خلال هذا التصوير البلاغي، بمعنى أنها إلى جانب وظيفتها الجمالية قامت بوظيفة تعبيرية انفعالية. هذا هو الجواب. أنا جاوبتك. استعارة واحدة وتشبيه واحد كافي. تحياتي السي رياض الغالي، راه كيتابعنا. تحياتي السي رياض. نشوفوا شي سؤال آخر. بارك الله فيك، شكرا. آدم، غنرجع أخويا وغتلقاه مسجل ونقل. نرجع ونقل. نشوفوا سؤال آخر. آدم رجع. تحياتي سيدي رياض، شكرا لك. أناس آول، كتقول لي نبقاو 7 السوايع. راه عملناها في طنجة 4 نهار الجمعة، و7 نهار السبت، و7 نهار الحد. وسولنا الناس ديال طنجة العام اللي فات. 18 ساعة في 3 أيام، وعطاتنا 12 ساعة فيديو مسجل، وباقي مسجل عندهم في المجموعة إلى يومنا هذا من العام اللي فات. باقي في المجموعة ديال طنجة العام اللي فات. خدمنا 4 السوايع بالجمعة، و7 بالسبت، و7 بالحد. 18 ساعة، وخدينا منها 12 ساعة فيديو مسجل. وكانوا شي أخوات باقي عاقل في طنجة، وتحية لهم، لدرجة أننا شي وحدين كانوا غينسحبوا، وجاو والله أول مرة، وجاب الله التيسير بنقاط مخيرة، بنقاط مخيرة بزاف. واحد دقيقة. سبحان الله، سال هذاك العام وبقى هذا الكتيب، هذا الكتيب ديالو. فهذا الكتاب اللي كتشوف
عملنا 3 أيام، 3 بالجمعة و4 بالسبت و5 يونيو العام اللي فات. وكان هذا الكتيب فيه كل شيء العام كامل، وفي الاخير مشاو دوزوا الحمد لله وجاب الله التيسير. الا بغيتي تصبر نهار السبت دوز 7 سوايع وغتستافد مزيان. انت غتحضر واش غتقول لي غيضرب التماره اللي غيبقى النهار كامل خدام؟ الا بغيتي تجي تستافد مرحبا. نمشيو نشوفوا شي سؤال اخر. اللهم امين. السبت مع 10 ان شاء الله. 10 صباحا. تحياتي الناصري، بالتوفيق ان شاء الله. استاذ انا حافظه جميع المقدمات الا المسرحيه. المسرحيه ما غتلقاش فيها مشكل، وإلا تحطت غالبا غتحط في النص النظري. إلا لقيتي واحد النص نظري كيتكلم على المسرح، غادي تمشي دير مقدمه حول المسرح. اش غادي تقول له؟ اولا غتشوف ذاك النص النظري، يندرج هذا النص ضمن الكتابات النقديه التي تدرس الابداعات الادبيه بما فيها المسرح. والمسرح فن نثري أدبي ظهر منذ القديم القرن السادس قبل الميلاد عند اليونان، وتطور في أوروبا في القرن التاسع عشر، وهو عبارة عن نص قابل للتشخيص على الخشبة، ويرتكز على الشخصيات والحوار والصراع بين هذه الشخصيات. 3 نقاط للحد. وقد انتقل إلى العالم العربي بفضل المثاقفة وخاصة الترجمة. ترجمة المسرحيات الكبرى للإنجليز وللإيطاليين وللفرنسيين، بين قوسين مثلا شكسبير، موليير. فظهرت مجموعة من الكتابات المسرحية العربية، في مقدمتها مسرحية البخيل لمارون النقاش 1847، أول مسرحية. لتتوالى بعد ذلك مجموعة من الكتابات مع توفيق الحكيم، سعد الله والنوس، نجيب الريحاني. 3 نقاط للحد. مقدمة جاهزة، كترجع وكتقول لهم: وقد اهتم النقاد بتتبع تطور هذا الفن المسرحي تنظيرا ونقدا، ونذكر من ذلك الناقد الفلاني صاحب هذا النص النظري المقتطف منه. فما هي قضيته وما عناصرها؟ واحد السؤال الثالث: وما الخصائص كذا وكذا كما وردت في النص؟ والسؤال الرابع: وما الطريقة المعتمدة في بنائه والأساليب الموظفة في عرض قضاياه؟ وغادي يعطيك واحد السؤال ديال المناقشة انت غتكتبه: والى اي حد يمكن القول ان، وكتب ذاك السؤال ديال المناقشه. وسير اخويا شوف العنوان
ولا البدايه ودير الفرضيه وعاد شمر على كمامك وسير خرج لنا القضيه والعناصر ديالها وكمل. ها انتم خديتوا مقدمه ديال المسرح ونزيدك راها مرتجله الان، راه ما قدامي حتى شي ورقه كنرتجل معاك، يعني هذا الارتجال في صالحك. علاش؟ باقا بنيكتها. الناس اللي عاد التحقوا دابا اللايف خاص بالاعلان عن يوم دراسي من 10 صباحا الى 6 مساء شامل لمراجعه اللغه العربيه الموسم باكمله. غادي يكون مع الناس ديال الرباط الدعم الحضوري، وغادي تنقل لايف نهار السبت المقبل 27 ماي. حضرتي غتستافد، ما حضرتيش كاين تحفظ انه ما غيبقاش اللايف لانه من العرض الخاص، ما غيبقاش منشور، يعني جيتي غتستافد. ودابا في هذا اللايف هذا اثناء المناقشه عطينا مقدمه حول اللص والكلاب، وعطينا خاتمه جاهزه دابا حول اللص والكلاب، وعطينا جواب جاهز حول البنيه الايقاعيه في الشعب الحر، وعطينا جواب جاهز حول الصور الشعريه في احياء النموذج وفي سؤال الذات. وقبل قليل اعطيتكم مقدمه ديال المسرحيه. نشوفوا لا باقي شي اسئله اخرى. واخويا راه من قبيله كنقول لك جيتي مرحبا، قول الله يرحم الوالدين وبارطاجي. دابا راه عندنا الحلقه ديال مراكش، حنا راه في جامع الفنان دابا. استاذ ما كانش في خباري اللايف، حتى انا ما كانش في خباري. دخلت درت برادتي جاي من الخدمه، ارى اللهم نديو رحمه الوالدين معكم، غنشعل التلفازه غنتفرج في شي فيلم ولا وقت باقي عندي التصحيح مازال ما صحيتش، ولكن ماشي مشكل. اللهم فائده ورحمه الوالدين. نشوف ولا كاين شي سؤال اخر. مقدمه، شوف مقدمه النص النظري هي نيت مقدمه القصيده ومقدمه القصه، كتبدل فيها غير ملي كتقول وصاحب النص تما كتقول وقد واكب، وكتذكر غير صاحب النص. نعطيك مثال، نديروا مقدمه حول احياء النموذج، انا الان سواء عندي نص نظري سواء عندي نص شعري، بجوج. هادشي راه ديال الابتدائي. سواء عندي نص نظري سواء عندي نص شعري، بجوجهم غنكتب هذه المقدمه. هذا نص نظري حول احياء النموذج، وهذا نص نظري حول وهذا قصيده. نص نظري حول احياء النموذج او قصيده ديال الشاعر من احياء النموذج، غادي نكتب نفس المقدمه. تبع معي. عرفت اواخر القرن 19 واوائل القرن 20 تشكل حركه شعريه تهدف إلى إحياء أمجاد الشعر القديم والقطيعة مع عصر الانحطاط الذي نزل بالقصيدة العربية إلى حضيض الإسفاف والابتذال. تخيل معايا هذه الجملة اللي قلت دابا أول مرة كنقولها، وربي شاهد أول مرة، حتى الناس اللي في العرض الخاص غيسمعوها أول مرة، غيعرفوني ما عمري ما قلت. نزل بالقصيدة إلى حضيض الإسفاف والابتذال، أول مرة كنكتبها كنرتجلها. ها دي معك شي حاجة باقا بميكتها. أعيد. والقطيعة قلنا مع عصر
الانحطاط الذي نزل بالقصيدة إلى حضيض الإسفاف والابتذال، فسميت بحركة إحياء النموذج. وقد ساهمت في ظهورها مجموعة من العوامل، من أبرزها الاحتكاك الثقافي في أعقاب حملة نابليون على مصر عبر البعثات الطلابية وانتشار الصحافة والطباعة. ومن أبرز خصائصها محاكاة القدامى في تعدد الأغراض والبناء التقليدي الصارم ومتانة التركيب ونصاعة المعنى وقوة الجرس. ما تكتبش هادشي كله، كتب غير 3 منهم. وأما روادها فنذكر منهم محمود سامي البارودي وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم. هادشي كامل اللي كتبتيه غتكتبوا دائما في إحياء النموذج. إلا كتب القصيدة غتقول لهم دون أن ننسى الشاعر فلان فلاني صاحب هذا النص المقتطف من ديواني، وكتمشي تكتب. وإلا كنتي في النص النظري قلتي لنا البارودي وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم، دير نقطة وحبس، حيت غتمشي للنص النظري وكتبدا الديماري. وقد اهتم النقاد بتتبع هذه الحركة ورصد تطورها وخصائصها وأهم إبداعاتها. ونذكر من ذلك كتابات الناقد فلان الفلاني صاحب هذا النص النظري المقتطف منه. تخيل معايا نفس المقدمة جاية هابطة، قلبات الطريق عند النص النظري قد واكبت، أو قلبات الطريق عند النص الشعري دون أن ننسى الناقد الشاعر فلان الفلاني. مقدمة وحدة صالحة للنص النظري وصالحة للنص الشعري. هذا الشيء غديروا في جميع المقدمات. راه كاينه مقدمة وحدة ما كاينش جوج، حيت إلا رجعتي للدليل الصحيح كتلقى نفس المطالب، سواء كان نظري سواء كان شعري. غيقول لك العوامل التي ساهمت في ظهور حركة إحياء النموذج، الزمن الذي ظهرت فيه، خصائصها ومميزاتها وروادها. دائما غتلقى هذا الشيء. وعاد كيقول لك اهتمام النقاد بهذا كالنص النظري. نمشيو نشوفوا شي سؤال آخر. تذكير هذا اللايف هو في الأصل إخبار، إعلان عن خبر مهم لمن لم يستعد جيدا. نهار السبت إن شاء الله، إلا بقينا في الحياة إن شاء الله، إلا تيسرت الأمور إن شاء الله، ومن داخل مقر الدعم الحضوري للفريق الأدبي بمدينة الرباط، غادي يكون لايف مفتوح للجميع ابتداء من الساعة 10 حتى الساعة 6 مساء إن شاء الله. المضمون مراجعة شاملة للنصوص 4 سوايع الأولين، ومن بعد ساعة ديال الاستراحة عشية 3 سوايع اللص والكلاب وظاهرة الشعر الحديث. إلا حضرتي غادي تستافد إن شاء الله، ما حضرتيش حيت اللايف من العرض الخاص وكاين تحفظات عليه فغادي تمسح. أستاذ واش المسرحية بحال القصة تقريبا نفسها؟ ما عمرهم عطاونا مسرحية في الامتحان تمثيل، يعني مشهد مسرحي تطبيقي، ولكن شنو هي المسرحية؟ بحال القصة، غير القصة فيها سارد يسرد، والمسرحية نشاهدها مباشرة فلا نحتاج إلى سارد. هناك شخصيات تتحرك
تتحاور، تتصارع. إذا فمن هي هذه الشخصيات، وما هو الحوار الدائر بينها، وما موضوع الصراع، وكيف بدأت في الأول ثم تطورت وبماذا انتهت. نفس الخطوات ديال القصة، منهجية وحدة، غير المسرحية، الصراع، الحوار. وفي القصة كاين الأحداث والسرد يحكي. القصة القصة أخويا خاصة شي جغمة ديال اتاي، نمشيو نجيبو كويسة وعاد نجي. نكمل. مشينا جبنا شوية المنشطات باش نقادو المزاج ونمشيو للقصة، ولكن ما غاديش نمشي للقصة حتى نبارطاجي أنا، لأن كيبان لي الناس العدد قل، وغنعطيك منهجية ديال القصة. إذا بارطاجي عفاك. نعم، إذا فعلا البارطاج قليل بزاف، حيت اللايف كان على غفلة والناس ما تخبرهاش، ولكن أخويا بارطاجي اللي يعطيك السر. إذا غادي نمشيو نبارطاجيو، نبارطاجيو بعض المجموعات، ونعطيكم بعد قليل منهجية القصة بكل بساطة، بسيطة، منهجية بسيطة اللي غتاخذ بها نقطة مخيرة إن شاء الله، وما تلقاش فيها مشاكل، بسيطة جدا. إذا للتذكير، نهار السبت إن شاء الله من 10 النهار إلى آخر النهار إن شاء الله، لايف من مكان الحدث، مقر الدعم الحضوري بالرباط إن شاء الله، في بث مباشر. علاش؟ حيت هذا السبت هذا هو اليوم الأخير في الموسم بالرباط، غنختموا فيه كل شيء، وغندير معاهم مراجعة أخيرة في داك الشيء اللي قريناه العام كامل. وكاين الناس باغيين يستافدوا، قلنا ما فيها باس نشاركوا المعلومه معهم، ولكن كما قلت لك راه اللايف ما غاديش يبقى، حيت كاين بعض الاصوات متحفظه على هذه المساله هذه، ومن حقهم. حيت واحد داخل العرض الخاص مخلص يقول لك اخويا لا ما تبارطاجيش مع الناس، من حقي انا مخلصك. وبالتالي خدينا هذا الحل زوين، نبارطاجيو مع الناس، ولكن اللايف غادي تمسح من بعد. اذا الا حضرتي مرحبا، ما حضرتيش اخويا ما تلومناش. علاش استاذ ما تخليش السبت الاخر؟ قلت لك هذا هو الحصه الاخيره مع الناس ديال الرباط، غنختموا بها الموسم، لان السبت الاخر كاين انشغالات اخرى. الان نمشيو نكملوا الخدمه ديالنا. يلا الشباب، طلع ديك العدد شي شويه، صراحه ما بغيتش ما تكونش اناني، انا راك عارف الشرط ديالي، ما كنطلب منك لا هذا لا، ما غنبقاش نغوت عليك ونضيع الوقت، لا كنمشي مباشره للجواب. عندي مباشره. شوفوا شحال دوزنا الوقت، ما ضيعناش هذا الوقت اللي دوزنا. شوف شنو خديتي فيه، خديتي فيه
نعاود من يبدا اللايف. 50 دقيقه، 50 دقيقه خديتي فيها مقدمه اللص والكلاب باقا بميكسا كما كنقولوا، خديتي خاتمه غتكتبها ان شاء الله في الوطني باقا بميكسا ديال اللص والكلاب، خديتي جواب ديال الخصائص الفنيه في الشعر الحر خاصه الايقاع، خديتي جواب ديال الصور الشعريه في القصيده ديال إحياء النموذج وسؤال الذات، وخديتي قبيله ايضا مقدمه على احياء النموذج سواء النص النظري سواء النص الشعري، وخديتي مقدمه حول المسرح. هذا الشيء في ظرف 50 دقيقه. ودابا غتاخذ القصه، ولكن راه من قبيله وانتم كتفلوا بقيت نفس العدد دقائق. يعني بنادم تيقول لك ناخذ غير انا، حيت دامو كيعطي شي حاجه باقا بميكتها، لا تبقى عندي انا ما تنتشرش. لا ماشي مبدا هذا. تلقى صاحبي خلي الناس يستافدوا. يلا تقولنا خلاص باش نختم بهذه القصه. خديجه، خديجه بالنسبه للدعم كاين حاليا عندنا الناس اللي غيدوزوا في 2024 راهم معنا في الدعم الخاص، وحاليا كندوي مع خديجه هاني، وكاين الناس اللي غيدوزوا في 2025 راهم داخلين العرض. يعني غيتبع معايا هذا العام والعام الجاي والعام اللي من موراه. يعني كاين الناس، وكاين اللي غيبدا العام الجاي دخل معنا دابا كيتبع مع هذا كيستعد من دابا. هذه الطريقه كنديروها وهي زوينه فعاله، كتخلي الناس بحال مثلا خدا التاسعه وغيوقف عامين، كيقول لك ما بقاش انا واقف عامين عاد ندخل العرض، كيدخل من دابا كيبدا معنا. نهار السبت اللايف من 10 الصباح ان شاء الله. وليد المقر عندنا حدا قريب للمسرح محمد خامس، شي مسرح محمد خامس 4 دقائق بيننا وبينه، او 3 كاع، 3 دقائق بيننا وبين مسرح محمد خامس، قريب لنزهة حسان. تحيه لسي نور الدين الصغيري، شي ناس كيسولوا علينا، صديقنا ورفيقنا في هذه المهنه. ما فهمش السؤال ديالك، ما واضحش السؤال. ها اللي قلنا الناس عاد كيدخلوا بارطاجي اخويا، خلي الناس تستافد. ماشي دابا الناس اللي عاد دخلت الا رجعتي اللايف غتلقانا بدينا على حساب الطلبات. عطيت مقدمه جديده حول اللص والكلاب، وعطيت خاتمه جديده حول اللص والكلاب، وعطيت مقدمه حول احياء النموذج صالحه للنص النظري، وعاد وحده هي نفسها بطريقه اخرى صالحه للقصيده، وعطينا مقدمه حول المسرحيه، وعطينا جواب ديال الخصائص الفنيه في الشعر الحر وفي الشعر العمودي، وبعض الاجوبه الاخرى. تحياتي اطيب راحله من الناس اللي الاوفياء للفريق الادبي، تحياتي وشكرا لك وهنيئا لك. الان عندنا السؤال اللي كاين في الترتيب دابا هو القصه، منهجيه القصه، منهجيه القصه. انا ممنوع من البارطاج، غدا منعوني، قال لك اخويا صافي ممنوع
من انك تبارطاجي في المجموعات. 24 ساعه عقوبه عطيني. هادشي اللي كتبوا لي. نحاول نجربوا هاد المره، لا خلونا نبارطاجيو. ممنوع 24 ساعه، ماشي مشكل. نتوما تبارطاجي، نتوما فيكم الكفايه. منهجيه القصه. واخا كتكون عندي القصه، قصه قدامي في نهار الامتحان، وكاتب لي الاسئله باينه، تأطير النص ضمن السياق الثقافي والأدبي لتطور فن القصة مع فرضية لقراءته. كتهبط لتحت كتلقى سؤال كيقول لك الثاني تلخيص المتن الحكائي، يعني الأحداث. المطلب الثالث تيقول لك تنظيم أو تقطيع الأحداث إلى مقاطع وفق الخطاطة السردية. والسؤال الرابع كيقول لك دراسة الخصائص الفنية لهذا المتن الحكائي بالتركيز على، كيعطيك جوج، يا إما الشخصيات، يا إما الحوار، يا إما الرؤية السردية، يا إما الزمن، يا إما المكان. المهم البعد النفسي، جوج من هذو. وثم كيقول لك خلاصة تركيبية لنتائج دراستك وإبراز مدى تمثيل النص للفن القصصي. هذا سؤال زوين. أو بعض المرات كيقول لك مدى قدرة الفن القصصي على رصد الواقع الاجتماعي والتعبير عنه. وقدر يزيد معاه رهان النص. شنو كندير؟ كنرجع للورقة ديالي وكنبدا نديماري بسم الله المقدمة. يندرج هذا النص ضمن الكتابات الأدبية النثرية، وبالضبط ضمن الفن القصصي. عرفوا، وهو فن نثري أدبي حديث يصور موقفا أو شعورا إنسانيا ويحمل رسالة رمزية، ويرتكز على مجموعة من العناصر في مقدمتها الشخصيات وعنصر الحوار وعنصر الأحداث والرؤية السردية. 3 نقاط للحذف. كما يتميز بالتكثيف واللغة الرمزية وتسليط الضوء على الواقع الاجتماعي، وقد تطور بمفهومه الحديث في أوروبا، ثم انتقل إلى العالم العربي أوائل القرن العشرين عبر مظاهر الاحتكاك الثقافي، وخاصة الترجمة وانتشار الطباعة والصحافة. 3 نقاط للحد. فبرز قصاصون كبار أمثال يحيى حقي، يوسف إدريس، محمود تيمور، غازي العبادي. انت كتب غير 3 ولا 2، انا غنذكرهم بزاف، تكتب غير 3 ولا 2. محمد زبزاب، محمد شكري، محمد أنقار. 3 نقاط للحد. ذكر انت غير 2 ولا 3. ولا ننسى الكاتب الكبير فلان الفلاني صاحب هذا النص القصصي المقتطف من كتابه مجموعة قصصية ولا شي حاجة بحال هكذا.
هذا يدعونا إلى التساؤل. شوف، سواء سبقتي الفرضية سواء سبقتي الإشكالية بحال بحال، وهذا يدعونا إلى التساؤل: ما هي أحداث هذا المتن الحكائي؟ وكيف انتظمت عبر الخطاط السردية؟ وما الخصائص الفنية التي ميزته من حيث ومن حيث؟ ذكر لي هذوك جوج خصائص اللي كتبنهم لك في السؤال الرابع، ثم كتمشي المناقشة على حسب ما سولوك. وإلى أي حد نجح النص في تمثيل الفن القصصي؟ إلى هما طرحوا لك هذا السؤال. لا أستاذ، رسولني على الرهان. وما هو رهان هذا النص؟ لا أستاذ، رسولنا على مدى قدرة الفن القصصي. اكتبها. وإلى أي حد يمكن القول أن الفن القصصي قادر على رصد الواقع الاجتماعي والتعبير عنه بشكل فني؟ علامة استفهام. ها انت طرحتي الأسئلة، خاصك تمشي تكتب الفرضية. والله يعطيك السر، ما كذبش عليك، راه انا ملي كنشوف العدد راه كنزيد نعطي. ملي كنشوف واحد باقي العدد هو تتحس بنادم اناني. الاناني ما بغيناش. انا بغيت نبارطاجي، منعوني دابا منعني من البارطاج. بغينا نكملوا المنهجيه ديال القصه. اذا طرحت الاسئله ديال الاشكاليه، غندير الفرضيه. وإلا درت الفرضيه قبل الاشكاليه ماشي مشكل، ما كاينش شي قانون كيقول لك سبق هذه على هذه، يكذب عليك الكاذب. انا شخصيا كنفضل الاشكاليه على الفرضيه، ولكن لو لقيت التلميذ داير الفرضيه هي الاولى كنعطيه النقطه ديالو، نقطته هذيك. ما عندناش، ما كاينش اطار مرجعي كيقول لك طبق هذه على هذه، يكذب عليك الكاذب. واصلا التصحيح كيصحح الفرضيه، نص نقطه على الفرضيه. نمشيو نكملوا. شكرا احمد الادريسي. انا راه موقفني على البارطاج، راه بارطاجها في الفريق، انا نمشي ندوز المنشور ديالو. طلعت لي دابا بانك انت بارطاجيتي اللايف في الفريق الادبي. مرحبا احمد ادريسي، شكرا. فعلا ها هو لقيته. او مبارك نعم، شكرا مبارك، انا دوزته. وشكرا كذلك محمد جربوعي. سعاد. سعاد خلاص، تحياتي ليك. هو داز. اسراء كذلك. ما ننساش واحد القضيه، استاذ، راه ما بقاوش كيطلعوا لي اللايفات ديال الصفحه. ايوا خويا ما نكذبش عليك، نكون معك صريح. انت في الفريق الادبي كندخلوا كاين شي وحدين جايين باش ينشروا حوايج اخرين. الا كنت يا خويا غتنشر شي حوايج ما عندهمش علاقه بالقرايه، اولا باغي دير اشهار شي جهه كتتاجر في الملابس ولا شي حاجه اخرى، راه كتاخذ الانذار الاول، الانذار الثاني، الانذار الثالث، كتبلوكا من الصفحه. هذه مساله كتوقع، والصفحه فيها اكثر من 10 المشرفين. شكون اللي بلوكاك الله اعلم. المهم عافاكم، تقول اولا شي تعليق فيه شي شويه، اما كتشد مع شي واحد ولا دا، لا، بعيد على الاخلاق، كاين البلوك. ما عليناش. طرحنا الاشكاليه، غنمشيو الان الفرضيه. كتقول له: فمن خلال العنوان الذي يشير الى
مثلا حرج خفيف من خلال العنوان الذي يشير إلى وجود حرج ما، والبداية التي تتحدث عن بطل اسمه فلان يقوم بكذا وكذا، يركب الأوتوبيس أو يسافر إلى مدينة مراكش أو يخرج من بيته فجرا. نفترض أننا أمام نص حكائي، أنا مازال ما طرحتش فرضية، أننا أمام نص حكائي سيحكي عن شخصية بطلة، إلى ذكر الاسم ديالها، اسمها فلان فلان، ستعيش وضعا صعبا مرتبطا بحرج خفيف، أو مرتبطا بسفره إلى مراكش، أو مرتبطا بخروجه في هذا الليل من بيته، شي حاجة بحال هكذا. هذه فرضية يمكن تصدق يمكن ما تصدقش. اش كتقول له؟ وللتأكد من مدى صحة هذه الفرضية، وطرحتي واحد الأسئلة قبل منها، والإجابة عن ما طرحناه من أسئلة ما غتقولوش الأغراض، لا، نتتبع أحداث القصة، غنتبعوا الأحداث، غنتبعوها، نتتبع أحداث هذه القصة. خديتي جوج نقاط ديال المقدمة، رجعتي للسطر، كان عندك الخط شوية كبير ولا ما واضحش، نقص السطر صاحبي وبدا في قصة جديدة. غتكون قريتي القصة كاملة، غدير واحد الجملة ولا جوج ملخص ديال القصة، بحال شي عنوان جديد ديال القصة. من خلال تتبعنا لهذا المتن الحكائي يمكن القول أنه يحكي عن بطل اسمه فلان فلان، عاش وضعا مزريا أو متأزما من خلال كذا وكذا وكذا. مختصر. وقد انطلق السارد، ماشي الكاتب، السارد هو اللي كيتواصل معنا، الكاتب كتب ومشى ريح حتى المناقشة عاد غنوتوا عليه. وقد استفتح السارد هذه القصة بحدث خروج البطل من منزله فجرا، ثم بعد ذلك التقاؤه بصديقه سمير في محطة القطار، وبعد أن انطلق ذلك القطار باتجاه الرباط توقف فجأة في بوقنادل مثلا بسبب عطل كهربائي، أو بسبب شجرة مقطوعة محطوطة فوق السكة، وظهور أشخاص ملثمين ولا يحملون السيوف ولا ما نعرف شي حاجة، المهم شي حاجة ترونات، ثم لينتهي هذا السرد بحدث. وكدير ديك النهاية، بقيتي متابعهم وحاولت تستعمل الأحداث ماشي الأفعال. هو قال لك خرج، انت قلتي له خروجه من بيته، هو قال لك التقى صديقه سمير، قلتي له حدث التقائه بسمير وتعرفه على الشخص الآخر الذي كان مع سمير، وإدراكه بأنه هو الشخص المبحوث عنه من طرف البوليس. وكتبقى مثلا بحال هكذا، كتبقى تستعمل المصادر، كتربح جوج نقاط، وحاول تمشي مع الأحداث متسلسلة، الأول من بعد
من بعد وغادي بالتتابع، تابع الأحداث وما تكونش ممل. راه كتقول لي مثلا وتوضئه ثم أدائه للصلاة، توضئه وأدائه للصلاة. ما تبقاش تقول لي غسله لوجهه وليديه استنشاقه إلى آخره، لا المضمضة، ما تبقاش تدخل لي التفاصيل. توضؤ، الوضوء، إقامة الصلاة. تقول لي الركعة الأولى وشنو قرأ الفاتحة وشنو قرأ مع لا، ما تدخلش في التفاصيل صاحبي. علاش يا أستاذ؟ شوف لي السؤال شنو كاتب لك. تلخيص المتن الحكائي، تلخيص، لخص، يعني ركز على الأحداث الكبرى. فملي كتسالي التلخيص وكتاخذ جوج نقاط كترجع للسطر، نقص السطر من الأحسن، حيت غتبدا جواب جديد، الخطاطة السردية. وقد انتظمت هذه الأحداث في مقاطع كبرى ومتواليات سردية وفق الوضعيات الثلاثة للخطاطة السردية، بداية من وضعية البداية عند خروج البطل من بيته فجرا، ثم الوضعية الوسطية أو وضعية الوسط التي بدأت ببداية الحدث الطارئ، الحدث المشكلة، عندما وقع هذاك المشكل اللي وقع، الشيء الذي خلخل التوازن، بقاش عندنا توازن، وأدى إلى ظهور أو إلى تطورات ما كناش متوقع، إلى تطورات غير متوقعة أو إلى سيرورات تحول غير متوقعة، حيث وأدى إلى تقلب على الحل، ليصل بنا إلى لحظة الانفراج من خلال قدوم الشرطة وقبضها على المجرم ونجاة البطل وصديقه سمير. نهاية زوينة. وهذا ما أدى بنا إلى وضعية النهاية، طلعات الكتابة. وهذا ما أدى إلى وضعية النهاية، لينتهي هذا المتن الحكائي بحدث مغادرة البطل وصديقه سمير، وهما يبتسمان وينشدان شي أغنية مثلا فرحانين، أو وهما يتلذذان بأكل شي أكلة زوينة أو بشرب مشروبات النجاح ولا شيء من هذا القبيل. باش سالت ديك اللقطة الأخيرة من طلعت الكتابة، وغالبا كتكون نهاية سعيدة. وضعية البداية غتاخذ فيها نص نقطة، وضعية الوسط فيها الحدث الطارئ وصيرورة التحول ولحظة الانفراج كتاخذ فيها جوج نقاط، ووضعية النهاية كتاخذ فيها نص نقطة، 3 نقاط فابور. علاش يا أستاذ فابور؟ وراه غير السؤال الثاني من جاوبتي عليه تتبع الأحداث شديتيهم وعاودتي رتبتيهم، غير هما رتبتيهم، خديتي عليهم جوج نقاط في السؤال الثاني، وهما نيت عاود ترتبتيهم الحدث الهادئ ما كاين حتى شي مشكل، خديتي نص نقطة. ومن التطورات الأحداث حتى لحظة الانفراج خديتي جوج نقاط، والوضعية النهاية خديتي نص نقطة، هي 3. كتسالي هذا الشيء كتكمل نص طريق، كملنا 7 نقاط، بقات 7 نقاط،
كترجع للسطر وكتمشي للخصائص الفنيه، وهي كثيره بزاف، كاين شي 8، ولكن هما كيسولوك على جوج، وكون مأكد ان شاء الله الا سولوك غيسولوك على الشخصيات، كتطرح بزاف، ويقدروا يلاقيوها مع البعد النفسي والبعد الاجتماعي للشخصيه البطله، وكيزيدوا معها سؤال اخر، خاصيه اخرى، غالبا وحده من هاد الجوج، الحوار، الرؤيه السرديه. هادو هما اللي كيتعاودوا بزاف، الشخصيات والبعد النفسي والاجتماعي ديالها، الحوار، الرؤيه السرديه، جوج من هادو. شنو كنقولوا؟ كترجع للسطر. اذا غنوقفوا هنا، لان اصلا العدد هبط، اذا ما بقاش المتابعه، العدد هبط على العدد اللي كان. اذا يمكن انا ما كنعطيش شي حاجه زوينه، واحد 40 الناس نسحبوا، او لا البارطاج وقف وانا النيت عييت. اذا ما كاينش المازوت ديال البارطاج، ما نكذبش عليك، انا ما غنبقاش غير ندوي وصافي. املنا ان يفيدكم عملنا. عطيتكم 50% من منهجيات القصه. نهار السبت اللايف كان بغى يدار على هذا الموضوع، غنرجعوا له. نهار السبت غادي يكون ان شاء الله واحد اللايف شامل ان شاء الله من موقع الحدث، الحصه الحضوريه بالرباط ان شاء الله، اللي فيها مراجعه شامله داك الشيء اللي قرينا في العام كامل في الرباط. عندهم الحصه الاخيره واللي غتكون ان شاء الله كما قلت لكم شامله لهاد كاع هذا الشيء اللي في هذا الكتاب كامل، حول مجموعه من المواضيع المرتبطه بداك الشيء اللي قريناه، منهجيه القصيده، منهجيه القصه، ومنهجيه النص النظري. وهادو هما اللي غيكونوا ان شاء الله واحد منهم في الامتحان. هذه غندوزو فيها ان شاء الله واحد 4 سوايع اذا تيسرت الامور، وفي عشيه من 3 الفوق غناخذوا لص الكلاب واحد الساعه ونص، وظاهره الشعر الحديث واحد الساعه ونص، وغنكونوا درنا مراجعه شامله لهم. وغنطلقوا اللايف بالموافقه ديالهم، لانهم هما عندهم عرض خاص، ولكن كيتفقوا على ان اللايف ما غاديش يبقى. هذا هو الموضوع ديال هذا اللايف المفاجئ. فاذا بنا وصلنا ما عرف ساعه وزياده، ياك كان غادي يكون فيه 10 دقائق. الله اكبر، ساعه وتولد تقريبا. نتابعوا. شوف، بالنسبه للدعم الخاص راه تقريبا ساله. شنو كاين حاليا؟ الناس اللي كيتواصلوا على الخاص، شنو كاين حاليا؟ كاين هذاك اللقاء اللي بغى يحضر له، فكاين قبيله شي وحدين تواصلوا معايا، قال لك استاذ لا بيع، ما كنبيعش انايا، انا راه ماشي كنبيع كتب. هذا الكتاب كاين فيه اجزاء، اللي بغاه كاين خارط في الحضور، كيتواصل على اساس غيحضر وغيشارك معنا في العرض وكياخذ الملفات، فالملفات مرتبطه بالعرض الخاص. الان احنا وصلنا للنهايه ديال العرض. اللي بغى يحضر الفرصه الاخيره، راه حنا نشرنا لكم ديال الفريق كامل. شنو هو الفرصه الاخيره؟ كتاخذ الملفات كامل اللي فاتوا بحال هكذا مثلا، كلشي مجموع هنايا، وكترجع اللايفات كامل اللي باقي مسجلين من 12 شهر 9، وكتحضر معنا الحصص اللي جايين. الحصص اللي جايين حاليا عن بعد، دابا حابسين عن بعد حيت الناس عندهم الجهوي ان شاء الله نهار الاثنين. فمن غيساليو الجهوي عندنا الحمد لله تقريبا 10 ايام، غتكون حصه في الليل وحصه في الصباح، حصه في الليل وحصه في الصباح، تطبيقات على امتحانات وطنيه سابقه. هذا هو اللي باقي في الدعم الخاص. طبعا الى غايه اليوم الاخير من الاستدراكيه.
بالنسبه للرباط، حنا حدا مسرح محمد الخامس، حدا مسرح محمد الخامس، ما كاملاش 4 دقائق 3 دقائق. نشوف اسئله اخرى لكينا. بغيت نكمل هذا ولكن عييت. مسلك اللغه العربيه، نفس الدروس، النصوص، غير في المنهج. نتوما عندكم المنهج التاريخي والمنهج الاجتماعي، ما عندكمش المنهج البنيوي على بعضهم، ما عندكم التاريخي ومنهج اخر. والاسئله عندكم بسيطه على الاسئله ديال ادب وعلوم انسانيه. تحياتي حكمه، شكرا بارك الله فيك. المسرحيه راه كاين لايف جاهز، رجعوا له عافاكم. ما كاينش تقمر عافاك. الدين ما كنقمروش، جميع الاحتمالات ممكنه، وعن تجربه بعض المرات كيعطيونا اخر ما كاين في الموسم، ما كنغامروش. المسرحيه راه كاين لايف جاهز. نعم آية، ضابطة القصة والقصائد والنص النظري والمؤلفات مزيان، ولكن باقا لك حاجة من باب الاحتياط، من باب الاحتياط ما تغفليش على المناهج، غير مقدمة، مقدمة المنهج البنيوي ومقدمة المنهج الاجتماعي، وما تخافيش منهم. مجرد نص نظري، مجرد نص نظري، كل شيء في النص. غديري غير مقدمه حول المنهج البنيوي او لا حول المنهج الاجتماعي. علاش غتغامري؟ اللهم بريباري كل شيء. سؤال الذات موجود اختي هدى، موجود كثار. ارجع للقناه ولا ارجع هذا غتلقاي كل شيء. كمل لنا القصه وما نكون واضح معاك. العدد اللي كان في بدايه القصه ماشي هو العدد ديال دابا. اذا اخويا لا كان هو غادي ينسحب، علاش غنبقى نغوت انايا؟ راه الحاجه ملي كتكون معزوزه مطلوبه مرحبا. واش ضروري نديروا امثله شعريه في المؤلفات؟ ماشي بالضروري، شي اشارات قدرتي عليهم مزيان، ما قدرتيش عبر بصفه عامه. واصلا المؤلفات ما تخافش منها، المقدمه جاهزه، المناهج راه معروفين، والخاتمه جاهزه. تيبقى غير سؤال واحد اللي كيتبدل. بالنسبه التوقعات ما غنذكرهمش دابا، التوقعات ما غنذكرهمش دابا. انا كنطلق من احصائيات سابقه، ماشي الهوى لا. عندي احصائيات بالنسبه المئويه وكل شيء. نعطيك مثلا على سبيل المثال، الاغلبيه فيكم كاين اللي منيش على النص النظري في علوم انسانيه. ما متفقش معك اخويا، لان الاحصائيات كتقول لك النص النظري 60% والنص التطبيقي 40%. اذا اخويا ما نغامرش. ايوا نمشي نوجد النص النظري وحطوا لي القصه، ولا يحطوا لي شي قصيده ديال سؤال الذات، نوجد كل شيء بالضبط. 61% نص نظري، 39% نص تطبيقي. اذا اخويا كاينه 39%. ما نغامرش، ما نغامرش. المؤلفات ما كاينش شي معيار، هي فعلا كتحط بزاف اللص والكلاب
عن علوم انسانيه، ولكن اخويا ما نغامرش. 2020 راه تحطت ظاهره الشعر الحديث، وتحطت قبل منها. حليمه، واش كنبداو بالتعريف؟ شوفي، انت المقدمه غتبداي فيها، يكون فيها 4 اشياء. المقدمه: العوامل التاريخيه التي ساهمت في ظهور تلك الحركه، تعريف تلك الحركه، خصائص تلك الحركه، وروادها. بديتي بالتعريف مزيان، بديتي بالعوامل مزيان، بديتي بالسياق. باش ما بديتي؟ عرفت اواخر القرن ال19 ظهور تجربه احياء النموذج. بديت بالتاريخ، نقدر نبدا بالتعريف. تجربه احياء النموذج هي تجربه شعريه اهتمت باعاده، هي الاولى بديت بها، وقد ظهرت في اواخر القرن 19. اذا ماشي ضروري ها باش تبدا. المهم المعلومات اللي تكون في المقدمه ها هي. اللص والكلاب، مقدمه عطيتها لكم في اول لايف، وخاتمه عطيتها لكم في اول لايف، وتبقى سؤال حول القوى الفاعله. اغلب الامتحانات القوى الفاعله الادميه. سعيد مهران. المساندين: النور، الشيخ الجنيدي، المعلم طرزان. هادو 3 رئيسيين. الاعداء المعارضين: عليش، النبويه، رؤوف علوان. هاد ال7 كيتحطوا بزاف. 7. البطل: سعيد مهران، والثلاثه المساعدين: النور، طرزان، جنيدي. وثلاثه الاعداء: عليش، النبويه، رؤوف علوان. هاد ال7 القوى ضبطوهم. الا ما سولوكمش عليهم ال7 غيسولك على واحد ولا جوج ولا 3 فيهم. وكاين القوى غير الادميه، شي 5 هما كيتعاودوا بزاف. في العام اللي فات مثلا كان المسدس، وقبل منه كانت البدله، وقبل منه كانت الانتهازيه، وقبل منه مؤخرا سولوهم على الحب والعلاقه، تطور العلاقه بين رؤوف علوان وسعيد مهران، دور الخيانه، دور الكلاب الادميه والكلاب الرمزيه. كتبقى غير تلعب على القوى الفاعله. هذا هو السؤال اللي كيتحط بزاف. استاذ، وباش غنضبطوا الفصل؟ الفصل اخويا كنضبطوا بديك الجمله 7 و7 زيد عليهم 4 يديوك للمقبره. 7 و7 زيد عليهم 4 يديوك للمقبره. كيفاش يا استاذ؟ هانت فعندك ال7 الاولين: ال7 الاولين، هاد ال7 هادي، وعاد ملي كدوز 7 اخرى كنوصلوا للفصل 14، وعاد ملي كدوز 7 اخرى كنفصلوا 4 اخرى. هاد الفصول كلهم فيهم القرطاس. ما غاديش تلقى القرطاس في شي بلاصه اخرى. اجي نتبعوهم. الفصل الاول: خرج من الحبس وفشل في استرجاع ابنته سناء من عليش، واكتفى باسترجاع ما تبقى من الكتب. الفصل الثاني: بحث عن مأوى فوجده عند الشيخ الجنيدي، لكنه لم يشجعه على الانتقام، فبحث عن من يشجعه
ذهب عند رؤوف علوان في الفصل الثالث الذي احتقره ب10 جنيهات، 10 جنيهات، ورفض تشغيله. قرر سرقته في الفصل الرابع وفشل في السرقة، استرجع منه 10 جنيهات وطرده حقيرا. اسودت الدنيا في وجهه، فلم يجد أمامه إلا أصدقاءه القدامى البسطاء الدراويش في مقهى المعلم طرزان. أهداه مسدس، التقى بنور، أهداه مسدس، التقى بنور، اتفق معها على سرقة سيارة ذلك الشخص الذي معها، وهو ابن صاحب مصنع الحلوى. استولى على السيارة، وقبلها أهداه طرزان مسدسا. إذن من الفصل الأول إلى الفصل السادس التهيئ للجريمة الأولى، الجريمة الأولى. إذن غتقول لي هاد الفصول كلهم بناء الجريمة الأولى. الآن كل شيء موجود. توجه بالسيارة ليلا، صعد الدرج، كسر الزجاج، أطلق الرصاصات في وجه ذلك الشخص الذي كان يريد فتح الباب، وفر هاربا. اختبأ في الفصل الثامن عند الشيخ الجنيدي ليكتشف من خلال جريدة أبي الهول أنه قتل شخصا بريئا اسمه حسين شعبان، وهو المكتري الجديد. أما عليش فقد هرب قبل مجيئه. واكتشف من خلال الجريدة أن هناك شخصا رآه يفر، وأصبح شاهدا في حقه، وأصبح مطاردا، فبحث عن مأوى أكثر أمانا، إنه بيت نور في الفصل التاسع. فرحت به نور كثيرا، وكانت تخرج لإحضار الطعام والجرائد. طلب منها في الفصل العاشر أن تحضر قماشا ليخيط بدلة البوليس، لأنه تعلم الخياطة في السجن. في الفصل الحادي عشر أحضرت الثوب، وكلما خرجت كان يدخل في حوار داخلي. في الفصل العاشر استرجع أيام حب نبويه وعلاقته بالكلب عليش. في الفصل الحادي عشر استرجع الأيام الجميلة، صحبة أسرته، أبيه وأمه، وأيام التي قضاها حينما كان حارسا لعمارة الطلبة. في الفصل الثاني عشر اكتملت خياطة البدلة، جربها وخرج إلى مقهى طرزان. أخبره بأن المعلم بياضة في صفقة بيع سلاح. اعترض طريقه في الفصل الثالث عشر لعله يخبره بمكان عليش، ولكن دون جدوى. ما زال يحمل المسدس ويرتدي البدلة، وأخذ 10 جنيهات من المعلم بياضة. فماذا فعل؟ ركب التاكسي ليلا، ثم اقترى قاربا، وترصد رؤوف قرب الفيلا. نزل رؤوف من سيارته، أطلق عليه الرصاصات، ومن الجهة المقابلة أصابته رصاصة في رجله، ثم فر هاربا. هادشي كامل في الفصل 14، حتى هو فيه القرطاس. إذا هنا القرطاس وهنا القرطاس. شنو كتلاحظ؟ هذا بناء الجريمة الثانية. 7 الأولين كيتسالاو بالجريمة، و7 الثانيين كيتسالاو بالجريمة.
15 سيختبئ عند نور، وحينما تأتيه بالجرائد يكتشف بأنه فشل مرة أخرى، ولم يقتل رؤوف علوان بل قتل بوابه. مرة أخرى يقتل شخصا بريئا، فيزداد تأنيب الضمير ويدخل في جدال عقيم مع نور. يشتد الحوار والجدال. تخرج نور ولا تعود في الفصل 16. يحس بالقلق، يمسمس العظام كالكلب، فليس هناك طعام. ماذا يفعل؟ يتوجه إلى معلم طرزان يخبره ويحذره بأن الكل يبحث عنه، وإذا أراد طعاما سيأتيه إلى المنزل. يعود إلى البيت، فتأتي صاحبة البيت وتهدد باقتحامه وكرائه لشخص جديد. يخاف، يغادر البيت ليلا ويتوجه إلى إلى الشيخ الجنيدي، وهنا يتذكر بأنه نسي البدلة. يعود لاسترجاع البدلة، فصل 18. فيجد نورا مضيئا، يظن أن نور عادت، ولكن يكتشف شخصا جديدا، أي المقتري الجديد، يعتدي عليه بالضرب ويفر إلى رباط الجنيدي. ينام طويلا حتى آخر النهار، فلما إذا نخليه يكمل الأذان ونكملوا أذان المغرب. الجمع قريب، الأذان ونكملوا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا قلت فيفر إلى رباط الشيخ الجنيدي في الفصل 18. ينام طويلا، يستيقظ مساء ليكتشف بأن البوليس والكلاب البوليسية تحاصر المكان بأكمله. يفر إلى القرافة ليتبادل إطلاق الرصاص مع البوليس، ويسقط في لا مبالاة وهو يصيح: يا كلاب
يا كلاب. لاحظوا معي، لاحظوا معي، سهلة باش تضبط. السبعة الأولين كيتسالاو بالجريمة القرطاس، السبعة الثانيين كيتسالاو بالجريمة القرطاس، الربعة الأخيرين كيتسالاو بتبادل القرطاس. إذا الفصل السابع فيه القرطاس، الفصل 14 فيه القرطاس، والفصل 18 فيه القرطاس. مسدس المسدس المسدس. إذا 7 و7 زيد عليهم 4 يدوك للمقبرة. صافي هكذا كتشد 7 و7 زيد عليهم 4 يدوك المقبرة. الستة الأولين وصلونا للسبعة الجريمة الأولى، الستة الثانيين وصلونا للفصل 14 الجريمة الثانية، والثلاثة الأخرين وصلونا للفصل 18 تبادل الرصاص في النهاية. هكذا ما عمرك دابا ما تلف في ترتيب الفصول. ساهلين. نشوفوا نختموا النيت. عييت انايا والمغرب هذا. اذا املنا ان يفيدكم عملنا. بالتوفيق للجميع، ومرحبا بالجميع نهار السبت 27 ماي هذا السبت المقبل ان شاء الله، الى تيسرت الامور لايف شامل للموسم بالكامل، صباح النصوص وعشيه المؤلفات من داخل الحصه الحضوريه الختاميه للموسم بمدينه الرباط، وهي مراجعه شامله لكل ما رايناه في هذا الموسم في اللغه العربيه، منهجيه القصه، منهجيه القصيده، منهجيه النص النظري، اللص والكلاب، وظاهره الشعر الحديث. املنا ان يفيدكم عملنا، والى اللقاء.